فاحنا طول الوقت بنتعامل مع علاقات او بنضطر لعلاقات بتبقى مفروضة علينا. يعني مش دايما كل العلاقات اللي احنا بندخل فيها بتبقى باختيارنا ومزاجنا وبنقعد نعمل الصياغة اللي صح، اتكلمنا برافو عليها. عليكِ، صح. يعني خلينا واضحين او صراحة اكتر انه مش كل العلاقات بتبقى باختيارنا خالص. في علاقات مفروضة علينا، في علاقات كمان علاقات دم ما فيش حاجة ينفع تحلها او تخليها مش دايرة قريبة. بس في حلول بتنفع تخلّيني أتعامل مع العلاقة اللي أنا مفروضة عليّا دي وأنا مش متقبّلاها بشكل فعّال. أبسطهم مثلًا فكرة إن أنا اللي باختار أعمل إيه، أنا اللي باختار شكل العلاقة، يعني أنا اللي باحُط لها frame وأنا اللي باستجيب للعلاقة دي، لأن الموضوع كُلّه مرتبط بيّا أنا. أيوه، صح. علاقة مفروضة عليّا وشخص مش أحسن حاجة مثلًا بالنسبة لي أو بيأذيني كل ما باتعامل معاه، بس هي مفروضة ولازم هاتعامل معاه. هنا بقى بييجي فكرة استجابتي. إمم. قبل وعيي، قبل ما أكون شخص واعي، أنا ممكن أستجيب استجابة تأذيني أكتر، وتخلّي الشخص ده يستمر في إيذائي بشكل أكبر. في حين بعد وعيي لأ، أنا ممكن أعرف إزاي حسب كل شخص اللي قدّامي أوقّف الأذى ده، إزاي أمنعه عني، إزاي أحمي نفسي، إزاي أخلّي الأذى ده برّه دايرة تأثيري.